سورة الأنفال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والمقصود بالقوة هنا كل ما ينقض الجسد والروح من ضمنها الرياضة. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. الرياضة ليست مجرد لعب أو ترفيه، بل هي أسلوب حياة، فهي تساعد على تقوية الثقة بالنفس. لذلك تعبر الرياضة عن مصدر خلال اليوم كامل أو خلال أسبوع كامل. في البداية نلتقي بالأستاذ سليمان من بصلنا الريامي، الريامي الشايلي. أستاذ سليمان أهلا وسهلا فيك. السلام عليكم وبركاته. يا مرحبا سامر هون، كل عام وانتم بخير ان شاء الله بيوم النشاط البدني. اهلا وسهلا فيك. السؤال الاول يتبادر الجميع، ايش رياضتك المفضله؟ والله عده رياضات، لكن الرياضه المفضله الكاراتيه. رياضه الكاراتيه، طبعا لاحظت استاذ سليمان اغلبيه الايام الرياضيه ومباراه الرياضيه في المدرسه دائما يشارك معنا في فعاليات الكاراتيه. استاذ سليمان حدثنا اول شيء عن رياضه الكاراتيه بصفه عامه على السريع. الكاراتيه طبعا من الرياضات اللي بعض الناس فاهمينها خطا. بعض الناس يظن ان الكاراتيه عنف وتخليه تعمل مشاكل وبس، لا. رياضة الكاراتيه بالعكس، تزرع فيك ثقة بالنفس وتخليك هادي وتخليك تضبط أعصابك وتتصرف بعقل أكثر عما تتصرف ببدنك. كذلك من فوائد رياضة الكاراتيه تنمي الذكاء، تخليك تفكر عدة تفكيرات في آن واحد. يعني أنت مثلا هتتلقى هجمة من خصم، أنت تخليك تفكر كيف أن أرد على هذه الهجمة وبدفاع وأرد عليه كذلك بهجوم. كذلك رياضة الكاراتيه تنمي جسمك وتعطيك المرونة في الجسم وتعطيك مدة زمنية في صحتك أطول. بارك الله فيك. شكرا لك سليمان على المعلومات الطيبة. سؤال متبادل للجميع، ايش تنصح الطلاب بالنسبة للرياضة؟ أنصح الطلاب كل حد يمارس الرياضة اللي تشوفها مناسبة معه من صغير وكبير. الرياضة ليس لها سن. عندك رياضة نفس الدراجات الهوائية، رياضة المشي، اشترك لك في صالة، رياضات كثيرة، تسلق جبال، السباحة كما ذكروها في الإذاعة من أهم الرياضات، ورياضات متنوعة. كل واحد يشوف الرياضة اللي تناسب مع سنه ومع جسمه ومع قدراته ومع هوايته وميوله. شكرا يا سليمان، أحسنت، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. ننتقل لأحد المعلمين اللي يمكن مغيب عن الصورة لكن دائما تحصلوا في ساحة الإذاعة. سعد خلفان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. سلام مرحبا، كيف الحال؟ بارك الله فيكم. طبعا احنا ارتئينا ان نسوي عندك مقابله لانك عارفين انك ما شاء الله عندك رياضه مفضله واللي هي رياضه. والله سابقا كانت كرة القدم، لكن الان مفاجاه طبعا، تعرفوا استاذ عبد الله ما شاء الله. لكن الان المشي. رياضه المشي، طيب حدثنا على السريع عن رياضه المشي وايش فوائدها بالضبط؟ والله رياضة المشي رياضة جميلة، يعني أول البناء البدني، وهذا مهم، تنشيط الدورة الدموية وكذلك تنشيط حتى الذاكرة في المشي. فالمشي له فوائد كثيرة طبعا. تقريبا كم الوقت تقضي في رياضة المشي استاذ عبد الله؟ تقريبا من ساعة، حدود ساعة يوميا. مناسب ما شاء الله عليك، ساعة كاملة في كل يوم، ممتاز. نصيحة أخيرة للطلاب؟ والله أنصح الطلاب جميعا، يعني كما تفضل الأستاذ سليمان، أن كل واحد يرى نفسه في الرياضة التي يعني يحبها ويمارسها. فإذا كان طالب يعني يحب رياضة كرة القدم فليمارس كرة القدم. يحس ببعض الإصابات، يعني طبعا كرة القدم فيها إصابات وخشونة، يتجه إلى رياضة أخرى كرياضة المشي أو رياضة كمال الأجسام. والحمد لله الآن الوسائل كثيرة في رياضة كمال الأجسام، حتى في البيت ممكن الإنسان يسوي صالة. على فكرة نحن معنا صالة في البيت. ما شاء الله، بارك الله فيك يا سهل، أحسنت، شكرا. سلام. ننتقل لمعلم آخر عرفتوه بس في الجمعية، لكن يمكن هو بعيد عن الموضوع، لكن هو كما يقول العمود الفقري أو العمود المالي للمدرسة. أستاذ محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متشرفين بلقائك اليوم. طبعا جبناه كما يقول على مضض، هو ما كان يريد يرسل اللقاء لكن احنا أصرينا أستاذ محمد يكون معنا في اللقاء لعدة أسباب الحين بذكرنا إياها. أستاذ محمد أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا أستاذ مرهون. طبعا اليوم معنا النشاط البدني وحابين نعرف أستاذ محمد اتجاهاته الرياضية. والله أول شيء طبعا أشكركم أستاذ مرهون، وهذا اليوم البدني صراحة يوم أتمنى إن شاء الله يعني يتم فعاليات فيه بشكل جيد. وبالنسبة لأنشطة الرياضية أنا اللي هي المشي،
نفس الشيء يعني مصرين كلكم على المشي. يمكن السن له دور يعني. بالتاكيد، لكن مهما كان يظل انه رياضه ممتعه. بالطبع فعلا. نصيحتك للطلاب استاذ محمد؟ والله الرياضة أهم شيء، العقل السليم في الجسم السليم، أهم شيء الرياضة وبشكل يومي ومستمر. بارك الله فيك. شكرا استاذ محمد، بارك الله فيك، احسن سنه. شكرا جزيلا اخواني الطلاب واخواني المعلمين.